يا هلا يا هلا بكل متابعين، إن شاء الله الكل بخير. طبعا أدري غايبة عنكم هواي عن القناة وما جاي أنشر أي مقاطع فيديو، بس بصراحة ما جاي أشوف أي تفاعل، فأتعب من أمنتج. فدائما أنشر على التيك توك أو على الانستا. فهواي بنات قالن استمري ورجعي نشري لنا أكلاتج. فاليوم هذا الفيديو يعني هواي أكلات بي، إن شاء الله تعجبكم. وإذا عجبكم هذا الفيديو خلونا لايك أو مشاركة، اللايك منكم هو اللي يصعد لي الفيديو. يلا كل احنا نصلي على محمد وآل محمد ونبدأ بالفيديو الأول. طريقة عمل القلي. عندي هنا نص كيلو من اللحم قطعته مربعات، ويا اللي هم قطعتها مربعات، تقريبا ربع كيلو ليه وشحم. عندي هنا حبة بصل كبيرة قطعتها مربعات. هو ضروري يكون البصل هذا الصغار، كلش الصغار، بس ما حصلته. فهنا ايش راح نسوي؟ اول شي حميت الطاوة مالتي وخليت بس اللي نحمصها ونحمرها على مود نحصل على هذا اللون الحلو وتطلع الدهن مالت يعني هنا انا ما راح اضيف اي دهن، هو دهن اللي راح تطبخ لي هاي الطبخة. هنا خليت ورق غار على مود زفرة اللحم. ظليت احمس بالليل لحد ما طلع كل الدهن مالتي. راح تشوفون وتلاحظون كمية الدهن اللي طلعت من اللية ومن الشحم. هنا بعد ما حمستها شوفوا الدهن اللي طلع من عندها. راح اضيف قطع اللحم. طبعا مو دفعة واحدة راح اضيف قطع اللحم، لا، احنا بهاي الخطوة راح نحمس اللحم على مود يلشع عندي، هو هذا اللون يصير بالقلية، يصير لونها حلو هيجي، على هيك يصير الصوص مالته قهوائي، هي بالحمس. فهنا ضفت الدفعة الأولى لحد ما يتحمر ويلشع، يلا أضيف الدفعة الثانية على مود لا يطلع كل ماي اللحم ويصير شلون، يعني ايش لكم، هم يطلع زفرة وهم يصير مثل السلق. فهنا ضفت الوجبة الثانية وهمين ظليت أحمس بعدين يلا أضيف آخر شيء البصل. هنا شوفوا راح يتحمر عندي اللحم وما منزل أي ماي من عنده، محتفظ بالعصارة مالته. ضفت البصل وهنا ضفت الدبس راح ينطي نكهة ولون للحم، هيجي فد ريحة وطعم كلش حلو. وهنا ضفت طبعا فلفل أسود بس ما مبين بالفيديو، وضفت همين دبس الرمان وهيل ولوم وبصرة. خليت لوم وبصرة وشوية قشر الليمون، أنا مجففته ميبسته. وهم ظليت أحمس على مود نحصل على هذا اللون الحلو. بعدها أضيف الماي الحار، طبعا مو تضيفون هواي ماي حار كلش، يعني بس لي يغطي اللحم، ونخليها على نار هادئة جدا على مود يستوي عندي اللحم. طبعا هي الطريقة الأصلية يخلون لحم الغنم، بس أنا ما كان متوفر عندي فخليت لحم عجل، واللي راح تعطينا كلش طيبة الهاي الغلية. طبعا خليت القلية تستوي على نار هادئة، اللي يعني شغلكم كلش هادئة على مود تستوي وينمرد عندي اللحم. وشوفوا هاي الصوص من عندها مو هواي صوص، قليل، وشوفوا اللون مالتها. هنا آخر شي خليت لها فلفل حار. طبعا هاي الأكلة تنوكل ويا مثلا التمن أو الخبز، أنا أكلتها ويا الخبز الحار كان طعمها يخبل، أنصحكم تجربونها. وهذا الفيديو الثاني. وهنا نجي للفيديو الثاني، طريقة عمل سويت الكرواسون بالنوتيلا والجبن الكيري. العجينة هي نفسها اللي نزلتها، قلت لكم يعني للفطائر للبيتزا دائما استخدم هاي العجينة. راح اكتبها لكم بالصندوق الوصف. هنا بعد ما عجنت العجينة يعني وخمرتها، طبعا انا عندي عجانة بس ما اعرف ليش اعجنها بيدي، احب اعجن العجينة بيدي هالشكل، يعني ما اعرف، يعني بعدين ظلت استخدم العجانة هيك احس بطعم العجينة شنو تحتاج ما تحتاج. فهنا خليتها تختمر، غطيتها وخليتها تختمر. بعد يعني تختمر، كل ما اختمرت عجينتكم كل ما اعطتكم نتيجة حلوة. هنا شوفوا هاي عجينتنا بعد ما اختمرت راح نشكلها بهاي الكرات. هاي الكرات طبعا هاي الكرواسون الطريقة الأسهل، الطريقة الأصلية للكرواسون لا صعبة، تكون كلش صعبة، فهاي سهلة وحلوة وتعطيكم نفس النتيجة. فهنا عندي زعتر وعندي هاي الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني مو كلش مايعة ولا كلش جامدة. هنا كورت العجينة بهذا الشكل مثل الشنق بس صغار. شوفوا هنا أفردها بهاي المفرادة الصغيرة وأخليها زبد بين كل طبقة. طبعا هنا أنا راح أسوي كل وحدة 3 طبقات،
وإذا صغار كلش سووها 5 6. أنا إذا صغيرة الشنقة يعني الدائرية صغيرة أسويها 5 طبقات، بس لأن هنا أنا مشنقة هواي يعني كبيرة صارت، فسويت كل هاي كل شوفوا هاي الأقراص كل وحدة 3 طبقات بيناتهم الزبد. نجي الأول وحدة اللي سويناها، تقدرون هاي تخلونهن بالفريز على ما تسوون هاي. شوفوها، شو هاي 3 قطع، فانتم تقدرون هذين تخلونهم بالفريز لحد ما نكمل اللي سويناها. فهنا انا راح اخذ اول وحده ابدي افردها شلون يعني الدائره، يعني الدائره مالت وكانه جاي نسوي بيتزا. افردها لا تكون ثخينه ولا تكون خفيفه بهاي المفرده او اي شيبك عندكم. هسه شوفوا فرديتها بشوية طحين، يعني نثرت عليها طحين، وابتدي اسويها هالشكل باعو، وبعدين اقطعها مثل قطع الكرواسون بالضبط. طبعا اي حشوة تريد تخلونها خلوها، بس هي حالاتها بالجبن الكيري او اي جبن عندكم يعني، بس هو بالكيري احلى، كيري وزعتر. فهنا شوفوا اخلي الجبن الكيري واخلي الزعتر واثنيها هالشكل باعو. حاولوا شوفوا من تثنوها هيك خلوها يعني شوية هيك يمطوها العجينة على مود تصير طبقة خفيفة وحلوة، وقت الشوي هيك تطلع طبقات. فهنا هاي الحشوة الثانية خليت نوتيلا، بس هنا من خليت نوتيلا ما قدرت اخلي هواي لان تطلع عندنا يعني تبين من تنشوي السيح كل النوتيلا. فانتم اذا تسوونها لا تحشونها، لان انا مرة الثانية راح احشيها لين ذابت عندي ويا العجينة. فأنا مرة الثانية سويتها ما حشيتها بالنوتيلا، شويتها وبعدين فتحتها وحشيتها. شوفوها بهالشكل تصير ونحشيها. ضروري انه بعد ما تشكلونها تخمرونها. سر المعجنات بالتخمير، كل ما خمرتوا معجناتكم كل ما حصلتوا على نتيجة احلى. هاي الصينية بعد ما يعني من شكلناها تخمرت راح نخليها بالفرن. دهنت الوجه مالتها بصفار بيضة وشوية فانيلا او خل ابيض او قهوة على مود الزفرة، ونخليها يعني تستوي وتتحمر. وهنا بعد ما استوت وتحمرت رأسا وهي حارة انا شوية بالفرشة لمعتها بالعسل، هيك الطعم كلش طيب وحلو، نكهة حلوة. او شيرة عندكم او عادي ما تخلونه، بس هيك طعم كلش حلو. وشوفوا معجناتنا شلون طيبة وحلوة وهشة واسفنجية يعني، وشكلكم على الطعم والريحة ملت المطبخ. شوفوها شلون عمل ارتاحت العجينة وانعجنت عدل. شوفوا شلون هشة وحلوة واسفنجية هيك مثل القطن. واللي ما يحب بالعجينة بيض تقدرون تضيفون الروبة. انا دائما اخلي روبة، بس هالعجينة لا خليت لها بيض، يعني خليت لها بيضة وحدة. وهنا شوفوا تتقدم طبعا هاي المعجنات ويا استكانة شاي طعمها يجنن. وهاي العجينة مثل ما قلت لكم للبيتزا، للفطائر، لكل انواع المعجنات تنفع، يعني لكل شيء تنفع. شوفوها هنا، شوفوا الحشوة مالتنا شلون حلوة، وشوفوا طبقات العجينة شوفوها شلون يعني شلون مبينة طعمها يجنن. ونفس الكروسون الأصلي نفس الشي. وشوفوا لمعتها، وشوفوا يعني شكلكم أحب أتغزل بأكلاتي اللي أسويها. طبعا هاي بالنوتيلا. شوفوا هنا من فتحنا النوتيلا يعني ما مبينة النوتيلا بيها، فهنا سويت زادت عندي نوتيلا لأن أنا ما قدرت أضيف هواي نوتيلا، فهنا فتحتها وخليت لها نوتيلا. وهنا طبعا جهالي ذابوا بيها ماتوا عليها لأن حلوة يعني بالنوتيلا. وهذا الشكل الثاني سويته هالشكل يعني هيك سويت العجينة فردتها، بس شنو خليت 6 طبقات لأن صراحة عاجزت وتأذيت، فخليت بدل 3 طبقات 6 طبقات وثنيتها. وهمين لمعتها وخليت طبعا هاي هنا ارتاحت كلش، ارتاحت على ما طلعت النوتيلا، وهاي ارتاحت هاي. شوفوا هنا شوفوا الطبقات شلون حلوة مالت الزبد. وهنا من طلعناها من شويتها طلعتها شكلكم على الهشاشة، على الطعم، على الريحة، على الطبقات مالت
مالت العجينة. وهاي الزايد من عندها الباقي من عندها. شوفوا هسه راح سوت بيها، سوت من عندها أصابع مالحة. شوفوا هنا مو يعني سوينا العجينة مربعة مستطيلة، فزادت من عندها الأطراف سوت بيها ثنيتها. سويتها شلون يعني ثنيتهن وسويتهن، خليت عليهن زعتر وسمسم وشويتهن، وصارت شلون هيك أصابع مالحة حلوة مقرمشة وطعمها يجنن. أنصحكم تجربونها. وهذا فيديونا انتهى عندنا. يا رب يكون أكون خفيفة الظل عليكم، وألف ألف عافية للي راح يجرب الطريقة، وشكرا لكم. هاي صارت مثل الأصابع المالحة، كان طعمها كلش حلو. وألف ألف عافية للي راح يجرب الطريقة، ولا تنسونا بالدعاء، وشكرا لكم.